السلام عليكم على كل اللي بيشوفونا. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. للي بيشاهدنا لاول مره، مدرسه تيوب بتقدم منهج المرحله الابتدائيه بشكل مجاني، وتقدم كل ما يهم الاسره والطفل، وتقدم ايضا معلومات هامه لنشر الفيديوهات على اليوتيوب. تعالوا كده نشوف هنعمل النهارده اكله جديده. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنحتاج مقدار من البطاطس المهروسه. انا قطعت البطاطس دي يا جماعه وهرستها. عفوا هلبس الجوانتي البلاستيك. قطعت البطاطس وهرستها، يعني قطعتها سلقتها علشان انا ما كانش عندي وقت ان انا يعني اسلقها بشكل وهي كامله كده، فقطعتها وسلقتها وهي سخنه هرستها. حطيت عليها البهارات المفضله بالنسبه لي، حطيت عليها ملح وفلفل، وحطيت عليها بقى اي حاجه عايز تحطي كمون. انا حطيت بصل بودر، حطيت توم بودر، يعني دي حسب الرغبه، يعني في الاخر دي ترجع لك حسب الرغبه. انا باخد هنا البطاطس كلها اللي انا سلقاها وهرستها وحطيت عليها بهاراتي. ما عليهاش، انا ما حطيتش عليها الحقيقه ايه اي حاجه، ما حطيتش عليها قصدي بيضه يعني. تمام، انا جبت كده كل المقدار تقريبا اهو. هنحطها على ورق فويل ليه هنشوف، لان انا هعمل دلوقتي معاكم سويس رول البطاطس. هبتدي ان انا بايدي كده ابتدي ان انا اسويها، اخليها طبقه واحده بسمك يعني متناسب كده، يعني بحيث ان انا اخليها بقدر استطاعتي طبعا نفس السمك يعني. تمام اهي. احاول ان انا انزل القطع العاليه بالمنظر ده كده. تمام. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده انا هجيب صلصه، معلقه من الصلصه. هي على فكره الصلصه هنا دورها ان هي تدي لون. ادي الصلصه كده بتاعتي، هبتدي ان انا انزلها كده، معلقه صلصه يعني معلقه كبيره مليانه من الصلصه. ابتدي ان انا ادهنها كده زي ما انتم شايفين. هي حاجه تجديد، وصفه جديده ممكن تقدميها في يوم انت مش عايزه تطبخي فيه لحمه او فراخ، يبقى انت كنوع من التوفير. بس احنا برضو هنضيف لها مكون بروتين دلوقتي علشان الفايده لاولادنا. يعني برضو احنا حتى لو احنا مش هناكلهم كل يوم لحمه او فراخ او سمك، لازم يا جماعه ندخل لهم اي عنصر بروتين. عدس، فاصوليا، لوبيا، اي حاجه تكون فيها بروتين. بيض ممكن تحشيها بيض مسلوق. انا هنا عامله عصاج من الفراخ. هسيب لحضراتكم طريقته في الاخر. هو سخن لسه طبعا، المفروض هو يكون درجه حرارته منخفضه. طبعا العصاج ده نصه بالظبط كده، نصه فراخ ونصه بصل، فيعتبر برضو انا موفره يعني. تمام كده. اوزعه كويس، ابتدي ان انا افرده حلو بالمنظر ده كده. طبعا يا جماعه معلش الصوت اللي انتوا سامعينه الزن ده صوت المروحه. طبعا انتوا عارفين ربنا يقينا عذاب النار، الدنيا حر جدا، فمش هينفع مع كمان الفرن وتشغيله، ما ينفعش اقف من غير مروحه. هبتدي بقى بالورقه الفويل بقى، ده دورها ان انا ايه واحده واحده كده الف زي ما بلف السويس رول بتاع الحلويات. شايفين يا جماعه هي ايه، ربنا سبحانه وتعالى مسخره ان هي تساعدني كده. ابتدي ان انا ايه اتني والف. شايفين يا جماعه اهي. تمام كده اهي. بنسبه كبيره الحمد لله نجحت الامور. هبتدي بقى ان انا ايه من الجنبين كده اقفل الجوانب كويس قوي. طبعا هي المفروض تقعد ترتاح شويه في التلاجة، بس الحقيقه انا ما عنديش وقت، فهقطعها ان شاء الله قدامكم، وربنا كريم بقى تنجح يعني، تنجح ان شاء الله كده على وشكم باذن الله يا رب. طبعا هنا انا جايبه صاج غير قابل للصق، دهناه بالسمنه اللي عملتها معاكم من القشطه، السمنه الطبيعيه اللي 100% اللي عملتها مع بعض اللي عملناها مع بعض من القشطه. هسيب لحضراتكم برده الرابط بتاعها في اخر الفيديو، هي والعصاج بتاع الفراخ. نبتدي كده نقول بسم الله يا رب تنجح ان شاء الله. المفروض هي
التلاجة، المفروض ترتاح في التلاجة لمده نص ساعه عشان تبقى كتل. هنبتدي طبعا بسكينه حاميه، هنبتدي ان احنا نقطع كده كده زي ما انتم شايفين، واحده واحده بقى، عشان هي طبعا انا دلوقتي مش بنحطها في الفريزر في التلاجة عفوا، فايه احتماليه ان هي تفك مني احتماليه مش صغيره يعني. ابتدي اقطعها كده بالمنظر ده، ابتدي بقى ارفعها واحده واحده كده خالص بالراحه بسم الله. وبصوا يا جماعه شكلها عامل ازاي، ممكن تحشيها اي حشوه بقى بالنسبه لك مناسبه. بسم الله. هكمل بقى انا وان شاء الله تنجح واوريها لكم واحطها في الصاج. فاصل ونواصل. هو ده شكلها بعد ما انا رصيتها في الصاج، بس زي ما قلت لكم هي فكت مني الى حد ما علشان هي المفروض تدخل الثلاجه، لكن هي لو دخلت معاكم الثلاجه هتبقى كويسه جدا جدا. انا دلوقتي هدخلها الفرن هتشوفوا بقى ان شاء الله صورتها على الغلاف لما تخلص ان شاء الله. اشوفكم في وصفه جديده باذن الله على خير باذن الله. تدخل من تحت في الفرن لحد ما تتحمر من تحت، وبعدين تاخد وش تحت الشوايه، هتلاقوا صورتها باذن الله على الغلاف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلصت طبعا، هي زي ما قلت لحضراتكم في حاجات نجحت ان هي تطلع بشكل جيد، وفي حاجات اتفرفتت، فده شكلها النهائي. طبعا هي زي ما قلت لكم هي السر ان انتوا تريحوها في الثلاجه لمده نص ساعه قبل ما تبتدوا تقطعوها كقطع زي ما انتوا شايفينها. طبعا شكلها حلو، حلوه جدا في التقديم، بس زي ما قلت لكم الشرط في نجاحها وان شكلها يبقى افضل من كده ان شاء الله ان انتوا تحطوها في التلاجة ترتاح لمده نص ساعه. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، وما تنسوش اذا عجبتكم الحلقه تعملوا لنا لايك ليها وشيرنج ليها على صفحاتكم على الفيسبوك، وسبسكرايب للقناه، وبعدين تدوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.